خناقة وشتيمة بالأب والأم بين حسام حسن مدرب المصري ومصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى أبدا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. كشفت تقارير صحفية عن واقعة كارثية بعد مباراة المصري والزمالك اللي انتهت بفوز المصري البورسعيدي على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. واقعة أثارت غضب كل الجماهير. حسام حسن مدرب المصري ومصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك. رغم فوز المصري، حسام حسن خرج بعد المباراة في غرفة خلع الملابس كان منفعل جدا جدا بسبب الحكم محمود ناجي اللي بصراحة ظلم المصري البورسعيدي في أكتر من كورة طوال أحداث المباراة. حسام حسن وهو منفعل كان بيشتم شتايم جامدة جدا جدا في اتحاد الكورة وفي التحكيم وفي أي حد ليه علاقة بكرة القدم. كان قدامه مصطفى شلبي في مشهد غريب جدا جدا. مصطفى شلبي كان واقف مع أحد لاعبي نادي المصري بيتكلموا في موضوع جانبي تماما بعيدا عن المباراة. مصطفى شلبي وهو واقف اتكلم مع حسام حسن، قال له اهدى يا كابتن، انت كسبت، عايز ايه تاني؟ فانفعل حسام حسن في مصطفى شلبي وطرده خارج غرفة خلع ملابس النادي المصري. مصطفى شلبي ما عجبوش الكلام ونسي انه حسام حسن ده لعيب كبير ومدرب كبير، نسي كل ده تماما وابتدى يزعق مع حسام حسن في مشهد كل لاعبي نادي المصري كانوا مصدومين. رغم فرحتهم اتعكرت الفرحة. مصطفى شلبي ابتدى يزعق مع حسام حسن. حسام حسن نسي ايضا ان هو مدرب ونسي ايضا ان هو لعيب كبير، زعق مع مصطفى شلبي وتطاول عليه باليد. حسام حسن ضرب مصطفى شلبي في واقعة شهد عليها أكتر من صحفي وعملوا تقارير صحفية خاصة بالواقعة دي تحديدا. كل الناس نسيت المباراة بعد انتهاء المباراة، كل الناس نسيت النتيجة والناس كلها ركزت مع الواقعة الكارثية. أنا لازم أقول عليها كارثية لأن مدرب لنادي وانت لعيب في نادي اخر، ايه اللي خلاك تكون موجود في الوقت ده في غرفة خلع الملابس؟ مصطفى شلبي كان واقف مع احد اصدقائه في نادي المصري، احد اللاعبين. حسام حسن منفعل. انت يا مصطفى يا شلبي ما كانش ينفع خالص ان انت تتكلم او تتدخل في الكلام مع مدرب نادي المصري اللي هو حسام حسن. وابتدت اللعيبة تسلك وتحوش، وحسام حسن كان منفعل لدرجة ان هو بقى يمسك الكراسي يكسرها، بقى يكسر في اي حاجة حواليه ويقول لهم ابعدوا عني ويشتم اللعيبة بافظع الالفاظ. كان عاوز يضرب مصطفى شلبي ضرب مبرح، ولكن الحمد لله اللعيبة قدرت تسيطر على الموقف ومصطفى شلبي أخدوه ودوه لغرفة خلع ملابس نادي الزمالك وانتهت المشكلة. بس أعتقد حسام حسن مش هيسكت. حسام حسن قال له أنا مش هسكت، أنا هجيب حقي ومش هسيبه. إلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.